ريحته يا البنات واش نقول لكم تهبل تهبل. اهلين بنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحيحتكم. جيتكم فيديو جديده نتمنى تعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم. لا فيديو تاع اليوم يا الغاليه راح تكون عسل كيما يحب الخاطر. حنشوفوا فيها بزاف حاجات وعلى بالي بلي راهم رايحين يعجبوكم. اول حاجه حنشاركها معكم هي مشترياتي. هذا البنات الجزء الثاني حيكونوا مشتريات بسيطه نتمنى من قلبي يعجبوكم. اول حاجه حنشاركها معكم البنات هي هذا المعطر تاع الافريشه ولا الاقمشه، تعطروا به كل حاجه يا البنات. تقدروا حتى تعطروا الملابس تاعكم في الخزانه. عندها واحد الريحه هبال ريحتها تهبل. هذه البنات تاع لافونت، كنت خديتها من الجرف، كاينها في باش جرح قانيت البنات. هذه شريتها 100,000. وقلت لكم في لا فيديو اللي فاتت مشترياتي من الاواني، كانوا خاصيني هاد الكيسان البنات، كنت مازال ما خديتهمش هذاك الوقت، حتى خرجت البارح لباش جراح باش خديتهم. كنت خديتهم البنات هذوما على جال وليداتي، جايين خشن شويه وباش نحطهم لهم في الطاوله تاع رمضان ان شاء الله. عندي كيسان واحد اخرين عندي فيهم 6 مي ماشي تاع دائما، من داك من نحطهم لهم، ويعني حنجوزوا رمضان ان شاء الله كامل بهذا الكيسان. والكيسان اللي عندي البنات رقاق بزاف، صافي نخاف على اطفالي كي نعطي لهم يشربوا فيهم نقعد غير نعس فيهم. هذوما الحاجه اللي عجبتني فيهم انهم خشان وممكن نروح نغسلهم ما يتكسروش في يدي. السعر ديالهم دار 100,000. شريتهم البنات من باش جراح، هذوك اللي يبيعوا في الطريق. وهذه البنات كنت خديتها من لو برينتون. هذه خديتها البنات على جال العيد باش ندير فيها لي غاتو. كما راكم تشوفوا هنا لداخل راهي مصوره بلاطو تاع غاتا داروه لداخل، يعني تقدروا البنات ديروا فيها واش تحبوا. تقدروا ديروا فيها مملحات، تقدروا ديروا فيها هكذا حاجه تاع تحليه وتغلقوا عليها وتحطوها في الفريجيدر باش ما تتقيسها حتى ريحه ولا ما يضربهاش الهواء. يعني نتوما واش تحبوا ديروا فيها. هذه البنات شريتها ب 48,000. كما راكم تشوفوا اللون الاحمر راهو مزهي المطبخ ديالي. شوفوا بنات، انا صح نحب اللون الاحمر ونعشقه، مي ماشي اسو بوين وين لازم نقعد غير نشري فيه هو. بصح كيما على بالكم اني دايره بزاف حاجات حموره في المطبخ ديالي، صافي لازم نكمل هكذاك. ما نقدرش ندخل اللون الاورانج مع اللون الغوج ولا الفير معاهم، صافي راح تولي تكتوكه. المهم كنت خديت هذه تاع البيض. هذه البنات كانت عندي ديجا، وكي بدلت الفريجيدر راحت مع الفريجيدر القديم. كنت خديت هذه الصغيره بك البنات تاع 15 باسكو عندي وين نحطها في الفريجيدر. قلت نزيد ناخذ هذه، مامي الا بعت وليداتي يشروا لي البيض ولا حنعطيهم يشروا فيها، باسكو صدقوني كل ما نبعتهم يشروا لي البيض، الا عطيتهم يشروا لي 10 يجوني غير 5، والا عطيتهم يشروا لي 5 يجيني والو. ربي ان شاء الله يجيب الخير. كنت خديت قانيت بنات منظمات، شفتوهم العام اللي فات عندي، خديت منهم واقيلا العام اللي فات نقول لكم 8 ولا 10، وهذه المره خديت منهم 4 برك. بصح كيما راكم تشوفوا فيهم جايين كبار يرفدوا كميه لاباس بها. هادو البنات راني حنديرهم في الفريجيدار، ندير فيهم بالك الخضار، بالك ندير فيهم دوزان تاع الحلويات، والله ما على بالي واش راني رايحه ندير فيهم. المهم انا خديتهم من بعد ان شاء الله البنات واش راني رايحه ننظم فيهم. انا رايحه نوري لكم كل حاجه، حنشارك معاكم تنظيم الثلاجه، كيفاش ننقيها، كيفاش نرتبها باش تستفادوا حبوبات. هذوما كنت خديت منهم قلت لكم 4. السعر ديالهم داروا 20,000 للوحده. العام اللي فات بنات كنت شريت اللي صغار عليهم، السعر ديالهم كان دار 12,000. وهاد المره خديت هاد الكبار. هذوك تاع العام اللي فات احتاجيتهم في حاجه واحده اخرى وكاين اللي تكسروا لي.
كنت خديت كانيت هاد القفيفه هذه البنات تاع الخبز. القماش تاعها خشين ما شاء الله، هكا باش كي يروحوا وليداتي يشروا الخبز راح نعطي لهم يجيبوا فيه الخبز، باسكو البنات كل ما يروحوا يشروا لي الخبز يلقاوه سخون ويجيبوه لي كامل من الدم هذاك الساشي تاع النيلو. وهاد القفيفه كيما راكم تشوفوا فيها القماش تاعها ما شاء الله جاي خشين ويشرب. السعر تاعها كيما راكم تشوفوا دارت 44,000. هذه حبوبات كنت شريتها من لو برينتون تاع المحمديه، شريتها كانيت في اللون الاحمر هكذايا باش نحطها ولا نعلقها في المطبخ. كنت خديت كانيت هاد لي شيفون ميكرو فيبر، هذوما البنات شريت هذوك الكبار، السعر ديالهم داروا والله مش فيت يا الغاليات، هادو نورمالمون داروا 48,000 ولا 45,000 مش فيت. هادوما ليسونسيال البنات انا كنت خديتهم من عند خويا، صافي على بيها ما على باليش شحال السعر ديالهم. شريت زوج انا نستعملهم في رمضان ان شاء الله يكثروا عليا الماعن. على بالكم البنات بلي انا عندي لا ماشين فيسال مي في رمضان يكثروا بزاف الماعن ولا فيسال ما تكفينيش، صافي توجور هذوك المعنات الكبار نغسلهم بيدي ونحطهم يقطروا فيهم. خديت كانيت هاد لي شيفون ميكرو فيبر هادوما صغار نقدر نمسح فيهم يدي، نقدر نرفد بهم حاجه. كانوا عندي هادوك اليدات تاع السيليكون البنات اللي نرفدوا بهم الحاجه كي تكون سخونه، مي كل ما نرفد بهم حاجه نحسهم يحرقوا جايين بزاف رقاق، صافي فضلت نشري هكا دي شيفون ميكرو فيبر. هادو تاني كنت خديتهم عند خويا نورمالمون يديروا 30,000 للوحده. وشريت البنات هاد العصاره تاع الحشاوات ولا تاع الشلاضه، كانت عندي ديجا مي البنات كي ما عنديش بلاصه في الكوزينه كنت مديتها مي احتجتها. كل ما نجي نغسل الحشيش والمعدنوس ما نلقاش كيفاش نقطرهم، وليت خديتها كيف خديتها في اللون الاحمر، هذه دارت 30,000. هذه كان عطاها لي خويا يبيعهم، كنت نشوفها بزاف في الفيسبوك نشوفهم ينقيو بها حاشاكم البنات المجاري. كي رحت لعنده قال لي هاكي نقي بها باسكو كامل راهم يشكروا فيها. شوفوا لي البنات، شوفوا غير تابيو من الفوق تخرج لكم هاد اليد من تحت اللي ترفد لكم العجب. دوك نوري لكم البنات كيفاش نرفد هذيك القريعه. شوفوا هكا غير تعبزوا عليها راح تخرج من تحت. شوفوا لي جبت لكم هاد القرعه باش تشوفوا كيفاش ترفدها. شوفوا دوك نقعد نلعب فيها والله ما تطيح. هذه البنات تقدروا تدخلوها في المجاري ديالكم، تدخلوها حتى لتحت، من بعد تغلقوا عليها وتجبدوا العجب منها. المهم انا مازال ما جربتهاش، بصح ان شاء الله كي نجربها اني راح نشاركها معكم. هادو هما مشترياتي البسيطه، ان شاء الله البنات يكونوا عجبوكم. دوكا حبوبات اني راح نشارك معكم واحد الوصفه، واش نقول لكم الهبال تاع الهبال. راح تكون ان شاء الله تكتوكه بصح بطريقه جديده. انت بنات عجنت الكسره القهوه العصر اللي نقولوا لها حنايا الاغروم، درتها بزيت الزيتون الله شربوا وليداتي بها القهوه تاع العشيه. من بعد قعدت لي هذه العشاء. المهم انا البنات كثرت بالعاني غير باش تقعد لي العشاء، ما شاركت معكم الوصفه باسكو كنت شاركتها معكم شحال من مره، يعني ما حبيتش نشاركها معكم باش البنات لا فيديو تاعنا ما تجيناش طويله وباش نتوما كاع تستفادوا، ما نقعدوش نعاودوا غير في الوصفات. بصح الا حبيتوا البنات نعاود لكم الوصفه تاعها راح نقول لكم ما يكون غير خاطركم، خلوا لي تعليق وان شاء الله راح نعاودها لكم. دوكا نروحوا نشوفوا وصفه التكتوكه تاعنا، راح تكون البنه ديالها هباليه البنات، والله يا البنات ما تتشبع. عندي هنايا 3 حبات تاع بصل كيما راكم تشوفوا قطعتهم جوانح، عندي كانيت حبه تاع طوماطيش كبيره راح نقطعها دي بتيدي، وعندي كانيت 2 حبات تاع البطاطا. انا البنات راح ندير كل حاجه في هذا الطويجن، نتوما تحبوا البطاطا تخلوها في الاخر تقلوها وديروها، لكم الاختيار. انا فضلت نقطعها دوائر ونضيفها لداخل على ضربه هكذايا، منها راني رايحه نكمل تمتم ومام الاكله تاعنا راح تكون صحيه. شوفوا البنات قطعت كل حاجه داخل هذاك الطويجن، وجيت هنايا نقطع الدجاج تاعي. هنايا عندي نص صدر تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا البنات، هاد الصدر تاع الدجاج صغير يعني تقدروا تقولوا عليه سديور تاع الدجاج. شوفوا لي البنات راني نقطع فيه جوانح بهذه الطريقه. انا هاد التكتوكه البنات عندي بزاف وانا ندير فيها، وزوجي يعشقها شحال يحب كي نديرها له.
وانتوما حبوبات تقدروا تستغناو على الصدق تاع الدجاج، راح تولي عندكم تكتوكه عاديه. حطيت هذيك الاغرام فوق الطابله ديالي هكا باش نحيها من الطريق، ورحت هنايا شعلت على الطويجن، درت كميه فيه تاع الزيت، كميه البنات ماشي بزاف، ما نكثروش زيوت في الاكل ديالنا. وضفت هذاك الصدر تاع الدجاج ولا نص صدر تاع الدجاج، ضفت عليه شويه تاع الملح هكذا باش نتبلوه، وشويه فلفل اسود، ودرت كانيت فلفل احمر الحلو. زدت ملعقه تاع طماطم المصبره. شوفوا البنات الطماطم ديالي وريتها لكم شحال من مره كيفاش نحتفظ بها باش تلي مده طويله. توجور نقول لكم نحيها من هذيك البواطه تاع الحديد ونديرها هكا في بلاره تاع الدجاج، من بعد البنات نديرها في الفريجيدير هكذا راح تشد معايا مده طويله. وكي نبدا ندوزن بها توجور ينقص فيها هذاك الزيت. واش ندير البنات كل ما نطيب بها 3 مرات 4 نزيد لها شويه تاع الزيت هكذا باش نضمن بلي ماهيش رايحه تفسد لي. بديت هنايا نقلي في هذيك التكتوكه على نار قليله يا البنات، وغلقت عليها خليتها تجمرت لي حتى ولات لي معسله، باش رحت نمرق عليها بالماء سخون. قلت لكم قد ما تقليو على نار قليله قد ما الماكله ديالكم تجيكم بنينه. وكاني رايحه نغطي عليها ونخليها طيب بعقلها، راح تشد معايا البنات واحد ربع ساعه ما تفوتهاش. هنا يا بنات كنت راح نشرب لاتيزان تاعي تاع اربونيسونس، هذه البنات تاع لالاتمون اللي راهي ترضع ننصحك بها باسكو روعه يا البنات، تحفز الحليب وتقوي ما شاء الله. هنايا حبوبات قربت لكم باش تشوفوا المكونات ديالها. والله يا البنات غير ما شاء الله، انا نحب بزاف نشربها. كيفاش تشربوها البنات؟ راح تشربوها 2 مرات في النهار. ديروا هذيك ساشي تاع لاتيزان في الكاس ديالكم، ديروا عليه الماء الساخن، تخلوها واحد 5 دقائق وتولوا تاخذوها. صدقوني يا البنات غير روعه. شوفوا ماشي كي راني نشكر لكم فيها تستغناو على الاكل ولا ما تشربوش بزاف الماء، تتكلوا غير عليها. اللي ترضع ضروري تشرب الماء حتى 3 لترات في النهار، وتاكل مليح. ماشي تروحوا تاكلوا البنات الخبز حتى تسمانوا، لا سيو تاكلوا حاجه صحيه كيما الخضر، كيما لي سوب، كيما الكسره، الطمينه، المشوشه، الياغورت تاع السيريال، وشنو تاني. المهم البنات تشوفوا الحاجه اللي تحفز الحليب اكثر هي السوائل. وين يكونوا السوائل او رايح يقوى لكم الحليب. والحاجه تاع السميد كثروا منها كيما البيض، مام الاجبان ملاح، سختو يا البنات التمر كثروا منه. ما تروحوش تاكلوا بزاف الخبز ولا العجاجن ولا لي سكروري من بعد تقولوا نسمانو. كاين بزاف اللي يكونوا يرضعوا تقول لك انا ناكل حاجه تاع الخبز ولا الحاجه تاع العجين باش يجيني الحليب. ونقول لك حبيبتي هكاك كي تضري في صحتك ومام وليدك ماهوش رايح يستفاد. كثروا يا البنات السوائل، وان شاء الله انتو راكم رايحين تربحوا صحيحتكم، وليداتكم كانيتهم رايحين يشبعوا. انا البنات راني نستنى غير وقتاش نكمل الرضاعه باش نبدا الريجيم، باش نولي لاطاي ديالي. ما نكذبش عليكم ونقول لكم راني قعدت في لاطاي تاعي اللي كنت فيها يعني قبل ما نرفد بايان، مي كامام ولا غير زدت بالك واحد 8 كيلو ولا 9 كيلو اللي زدتهم. وانا ما نقدرش يا البنات نزيد في البوان. كي نزيد في البوان نحس روحي ثقيله، ما نحسش كامل روحي مليحه، نكون تعبانه عيانه مديغوتيا كره حياتي ونقعد غير نهضر على الريجيم. البنات كيما على بالكم ما نقدروش نديروا ريجيم وحنا نرضعوا، مي كامل نقدروا نعاونوا روحتينا باش ننقصوا غير بشويه، ومام نقدروا نخلوا روحتينا ما نسمانوش، يعني ما نزيدوش بزاف. انا السمانه البنات يعني البوان اللي زدتو كي كنت انسنت وكي كنت نفسه اليامات الاولين. كانت ماما تقول لي كلي مليح باش توقفي باش تجيبي روحك باش ما تطيحيش، وانا عندي لانيمي صافي كنت نكتر شويه الماكله. مي دوكا لا الحمد لله يا البنات راني نقص. مام هذيك الحلاوه تاع اللي نحيتها كامل ما وليتش كامل ناكل حاجه تاع الحلو في الليل. ان شاء الله برك ربي يقدرني ونعاود ندير الصيام المتقطع اللي باش نقول لكم يا البنات ما نستغناش عليه. هايل نحس وجهي منور ونحس روحي توجور فرحانه، نحس لاطاي تاعي شابه. ان شاء الله البنات كي نعاود نولي ليه نشاركه معكم هكذايا. كل وحده راهي حابه دير ريجيم معايا نتونسوا مع بعضنا. شوفوا لي يا البنات هنا كيما راكم تشوفوا راني نقي في الدجاج. كان زوجي جاب لي 3 دجاجات وجاب لي 2 صدوره صغيورين، كان جاب لي 3 صدوره صغيورين درت واحد
وهذا الخير كامل راح نخليه لشهر رمضان المبارك. علاش البنات نحب هاد التحضيرات المسبقه لشهر رمضان باش ما نتعبش بزاف في رمضان. انا ما نكذبش عليكم البنات، ملي نوض وانايا داخل الكوزينه ما يكفينيش الوقت. على بالكم مع الاطفال الله يبارك، مع الدراري يقراو، الله المستعان. صافي توجور نحب نقص هاد الحاجات اللي نحسهم انا ضروريين كيما اللحم الدجاج، هادو ما عليهمش البنات، تقدروا تكونجليوهم ما تخافوش، المهم عندهم برك وقت لازم ما تفوتوش. شوفوا لي البنات شللت قبل هذاك الدجاج تاعي كامل، من بعد عاود بدلت له الماء. دوكا راح نعقمو، درت كميه تاع الملح وزدت شويه تاع الخل، راح نخليهم واحد نص ساعه فيهم هكذا باش نحيلو كامل هذيك الزفاره وكي ناكلوه ما يضرناش. هنا رحت نقي لو بلون دو طرافاي. شوفوا البنات انا قبل ما نغسلو لازم نقيه كامل بالبابي باش حاجه ما تقعد لي في اللافيت ولا في الشيفون ديالي. من بعد جيت حكيته كامل وعاودت مسحته بشيفونه هكذا تكون مشله الله الله بالماء سخون. كل حاجه كنت نقيت الدجاج قدامها ندير لها هكذا مسحه خفيفه هكذا البنات باش نضمن بلي تنحاو لي كامل هذوك الميكروبات تاع الدجاج. ولو بلون دو طرافاي تاعي البنات ولا هاد الرخامه توجور نعاود لها بشويه تاع الخل، منها تعطيني لمعه ومنها راهي رايحه تزيد تعقمها لي. من بعد رحت غسلت هذيك لا بلانش. توجور البنات انايا الحاجه اللي نقي بها الدجاج نغسلها تمتم هكذا باش ما تطلقليش الريحه. وبعد ما غسلتها جبت هذاك الشيفون ميكروفيب وراني نمسح فيها هكذا البنات باش نرجعها ديريكتومون. انايا ما نحبش ناجل العمل اليوم الى الغد، صدقوني يا البنات، غير ما نحب ناجل دقيقه لدقيقه الاخرى، لازم هذيك دقيقه ندير هذيك الحاجه هكذا باش ما يكثروش عليا الشغالات ومام لا كويزين تاعي ما توليش فوضى. رحت للدجاج ديالي شللته التشليله الاولى، سيحت له هذاك الماء. من بعد كيما راكم تشوفوا راني ندير له التشليله الثانيه ونحطو ديريكتومون في الكسكاس باش يتقطر. هاي اللي كانت هذيك الباتينه كيما قلت لكم البنات كل حاجه نغسلها في وقتها، يعني ما نخليهاش حتى من بعد. لو كان نخلو الحاجه يا البنات تاع الدجاج راح تطلق لنا الريحه تاع الدجاج ومام هذوك الميكروبات البنات يولوا يمشوا وش نقول لكم مشاو رايح يسلكهم. هكذا حطيت هذاك الكسكاس داخل الباسينه، نزيد نخليه يستقطر، وليت لهذاك التبسي شللته كامل وراح نحطوه داخل لافيسيل. كنت قادره هكا نغسلو ونحطو يقطر، مي انا البنات بزاف والفت لافيسيل تنقص عليا التعب واش نقول لكم بالك 99%. وليت هنايا نغسل لوفي ديالي، كنت درت شويه تاع الايزيس شويه تاع لو جافيل وبديت نسبق في العين. توجور يا البنات عندي لافيت سبيسيال لوفي تاعي، ما نستعملش نفس لافيت اللماعان واللوفي. توجور عندي دو، وحده للوفي ووحده للماعنات. شوفوا بعد ما غسلته كامل شللته درت له مسحه بالخل هكا قلت لكم باش نضمن باللي عقمته. خليت هذاك الدجاج يستقطر حتى البنات مور العشاء باش نولي نخبيه هكا نسبق في وليداتي ونعطي حق العمري. كيما راكم تشوفوا هنايا راني مع لاتيزان ديالي كل مره نشرب شويه وراني نستخلوه. شوفوا لي حبوبات هذيك تكتوكه كيفاش جات، واش نقول لكم صدقوني جات عسل مع السل. هاي لك هنا معاكم الريحه تاعها واش نقول لكم تكتوكه بالدجاج خطيره خطيره، نتمنى من قلبي تجربوها. شوفوا لا كولور ديالها جات تشهي. الا حبيتوها حمرا زياده البنات تقدروا تكثروا الفلفل الاحمر الحلو. انا زوجي ما يحبش الحاجه كي تكون بزاف حمرا، انا نحب الحاجه كي يعني تمد لي هذاك اللون الشباب تكون حمرا بزياده، مي هو ما يفضلش الحموريه. هنايا جيت نعمر معاكم باش تشوفوا الحاجه تاعنا كيفاش خرجت كيما العاده تكتوكه وعليها الكلام. هذه تكتوكة السلاطن ان شاء الله البنات تجربوها، نتمنى من قلبي تعجبكم باسكو صدقا جات روعه في البنه ديالها. وبعد ما تعشينا اللهم اديمها نعمه علينا واحفظها من الزوال، جيت هنايا باش نخبي الدجاج تاعي. راح نخبيه البنات في هاد لي ساشي اللي كنت وريتهم لكم ديجا، قلت لكم هذوما تعزيب نحبهم بزاف هكايا باش نخبي الدجاج فيهم. ماشي غير الدجاج البنات اللي يعني الحاجه اللي نديرها في الكونجيلاتور نحب نستعملهم. علاش؟ باسكو ما يدخلوش الريحه ومام الحاجه اللي تكون داخل ما تخرجش الريحه ديالها، جايين خشان ومام يتغلقوا مليح. وهذوما البنات شروهم بالسنتيمتر كيما تحبوا تشرو الكبار تحبوا تشرو الصغار. انا كنت خديت هذوما نورمالمون 18 على 19 سنتيم.
هكذا بديت نخبي قطع تاع الدجاج تاعي. قسما نستعمل انا توجور يا البنات في رمضان ما نحبش نكتر من الدجاج ولا يعني من اللحم، اللحوم كامل ما نحبش نكتر باسكو عندنا بزاف حاجات. كما راكم تشوفوا في كل ساشي كنت درت 3 قطع، درت من الكويس ودرت من الصدر ودرت كانيت في الساشيات الاخرين صدوره. كنت درت في كل واحد نص درت تاع الدجاج، وهنايا درت الجناحتين. عندي قانيت الكبده تاع الدجاج. الكبده تاع الدجاج يا البنات نعشقها نموت عليها، مي هذه مانيش رايحه نخليها حتى رمضان. بالك هاد اليامات ان شاء الله اني رايحه نطيبها. شوفوا هنايا البنات كاين ساشيات اللي درت فيهم نص درت تاع الدجاج، وكاين اللي درت فيهم صدر ونص، كاين اللي درت فيهم 3. شوفوا لي هادوما الجناحتين ان شاء الله انا راح نديرهم الكينتاكي. كنت درت تما 4 جناحتين، كي نقسمهم راح يولوا 8. كنت شاركت معكم البنات الكينتاكي باجنحه الدجاج، يجوا بزاف بنان وما يجوا اقتصاديين غير باجنحه الدجاج. تقدروا نتوما ديروهم بالكويس، بصح انا ننصحكم باجنحه الدجاج يجوا خير. انا راح نوري لكم كامل واش راني دايره في الكونجيلاتور ديالي ولا واش راني مخبيه لشهر رمضان المبارك، باسكو دخلوا معنا مشتركات جدد اللي نقول لكم مرحبا بكم في القناه، نورتوني. راني مخبيه هكا شويه تاع اللحم غنمي، عندي كانيت هذوك الكويس تاع العدند، عندي الدواره، عندي هكا دويجات كبار مخبيتهم كومبلي البنات باش كي نحب نحمر دجاجه كومبلي نجبدها. المهم كيما شفتوا البنات كنت مسحت الكونجيلاتور ديالي، كل ما نشوف هكذا طاشا فيه نمسحو، ما خليش حتى يتمرمد لي ولا يتوسخ لي باش نمسحو هكذا باش يقعد لي على طول مقيم. من بعد حطيت هذاك الدجاج اللي حنستعملو في شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان وحنا بصحيحتنا وحنا مع كامل عائلتنا، حنا فرحانين مهنيين، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. ان شاء الله البنات يكون فاتكم هاد لا فيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. هنا لا فيديو تاعنا مازال ما خلاص كيما راكم تشوفوا. حطيت كامل المعينات تاعي تاع العشاء والمعينات اللي استعملتهم كامل باش نقي هذاك الدجاج، حطيتهم كامل في لافيسال ورحت نديرهم يتغسلوا. نتمنى هاد لا ماشين لكل وحده راهي حبتها، ان شاء الله حبيبتي رزقك عاجلا غير اجلا. من بعد حبوبات رحت نقيت هاد لا بلاك ديالي بمسحه خفيفه تخرج تلمع. شحال تهنيت يا البنات من هذيك لا بلاك اللي كانت عندي، هذه تاع الزجاج نعمه. شديت شويه تاع الخل في شيفون وبديت نمسح كامل البلون دو طرافاي ديالي هكذا باش نعطي له لمعه، ومن باش كي نوض الصباح نلقى ريحته شابه. حتى لهنايا الغاليات خلاص لا فيديو تاعنا، لحق الوقت باش نودعكم. بقى عليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنسونيش بلو جيم يا الغاليات، وما تنسونيش بتعليقاتكم الطيبه. نحبكم بزاف، نخليكم في حفظ الرحمن وفي لمسات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.